أن هذه القضية لا تحتاج إلى أن ينفخ فيها من جديد حتى تعود لها الحياة، فقد أشبعت دراسة وكل ما يمكن أن يقال فيها قد قيل. هناك من صرح بأن هناك ما يمكن أن يرقى إلى مستوى المؤامرة، والموقف الرسمي للحكومة كان بأن المعطيات المتوفرة لديها لا تتجاوز مستوى التجاذب الذي قد يخرج أحيانا عن المستوى المقبول في الحراك السياسي العادي، ولكن بالمعنى القانوني لا مجال للحديث عن مؤامرة. أطالب كل أعضاء الحكومة الذين تحدثوا عن مؤامرة أن يكشفوا خيوط هذه المؤامرة أمام الشعب التونسي، وإن لا توجد مؤامرة فليعتذروا للشعب التونسي. أنا أعتقد أن هناك مؤامرات واضحة أمام الحكومة ولكن لم تتخذ فيها إجراءات. إنزال العلم رمز السيادة ورمز الوحدة الوطنية لم تتخذ فيه الحكومة أي إجراء، وأيضا هناك كثير من عناصرنا ودفع البلاد إلى منزلقات العنف لا قدر الله والتباغض، ولا أرى مواقف واضحة من طرف الحكومة. هذه مؤامرة واضحة. أنا أطالب الحكومة أن تتخذ في شأنها الإجراء اللازم. احنا عبرنا من سابقا أنه هالتوترات وهالتشنجات المفتعلة وفي كل مرة يقع انتقاد الحكومة وهو انتقاد مشروع، يقع اللجوء بسهولة للاتهامات، هذا شيء ما يبنيش وهذا شيء لا مسؤول، والناس اللي في الحكومة ولا في غير الحكومة قاعدين يعملوا في الشيء هذا، الفعل هذا غير مسؤول. ما نعملوش كمان من كل حبة قبة. وقال فلان ان هذا متآمر والاخر متآمر على المتآمر، ومن بعد نلوجوا على اللي هو متآمر على الاخر اللي هو متآمر، بحيث تصبح حكايه لا تنتهي.